السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نتكلم على السماسرية الشلاهبية اللي كيتاجروا في فياز دول الخليج. العيب ماشي غير عليكم وانما على حتى اللي كيدفعوا لكم فلوسهم بلا ما يسولوا. المهم الا كنتي كتشوف هذا الفيديو فتصنت ليا مزيان اسمع مزيان وما تديهاش غير في الصور اللي كتشوف في الفيديو الحكايه اللي مكتوبه عليهم. سمعتي؟ راه من الاول والعديد ديال الناس اخرين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي دائما كانوا كينبهوا وكيعرفوا ان الفياز راه كتختلف الانواع ديالها. راه ماشي كل فياز صالحه للعمل، ولكن اش كيديروا الاغلب السماسريه؟ اش كياخذوا فيزا سياحه اللي كتكلف في حدود، انا نعطيكم مبلغ اللي كل واحد يحولوا العمله ديالو $200 بالكثير. اش هو كيبيع؟ هو كيبيعوها ما يناهز ما بين 2000 حتى $3000 وهي غير فيزا سياحه. واش كتعرف شكون هي فيزا سياحه؟ فيزا سياحه انك غادي تخسر فلوس، كانك راك مبارع في بلادكم ساري وغادي تشوف برا وتشوف الناس اخرين برا والتراث ديال برا والثقافه ديال الناس برا والمعالم السياحيه ديالهم برا، يعني غادي تخسر فلوس ماشي غادي تخدم، وراه ممنوع تخدم بها. وفوق هذا الشيء ان ما تغاديش تلقى اللي غادي يخدمك بفيزا سياحه لان فيها غرامه ماليه كبيره على الطرفين. تنقولها وكنبهو ملي كيجي بغيتي تعطي فلوسك باغي تهاجر الله يسهل عليك، ولكن قول له ودي اعطيني فيزا عمل على اساس ان فيها عقد عمل، يعني غادي تمشي وغادي تخدم مباشره. نعم، لان فيزا السياحه راه لا تقدر تخدم بها ولا دير بها كيما قلت راه غادي تسارى. وفيها واحد الميزه اللي هي مزيانه، انك الا مشيتي ولقيتي خدمه وخان الامر صعيب والله يسر للجميع، ديك الساعه راه ممكن تحولها من سياحه الفيزا عمل. طبعا كاينين اجراءات ولكن يسهل رب العالمين على اساس انك تمشي وغادي تلقى خدمه، رغم اني كنقولها ان الامر صار صعب جدا. مؤخرا العديد من الشباب تورطوا، جاوا السياحه ما لقاو خدمه، سالوا فلوسهم، وهنا كل شيء غالي خصوصا الايجار. اش ولا عندهم الحل الوحيد انه غادي يبقى يخرج لبرا وغادي يطلب وغادي يسعى، ولكن ممنوع 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 هذا الشيء هنا. واللي تيتشد كيودي، وبزاف فيهم التقيت بهم كيقول لك اودي بغيت دابا غير نرجع راه تنصب عليا، ولكن راه من اليوم الاول ما سولتيش، غير نهار قالوا لك هجره شديتي الفيزا ضربه بسقله شري البيي توكل على سيدي ربي. ملي كتحط في ارض الواقع عاد باش ديك الساعه كاين الواحد كيندم، خصوصا ان السماسريه شلاهبيه. اش كيديروا؟ كيوصفوا لك ان بلاد المهجر جنه على وجه الارض، غادي تمشي وغادي تلقى وغادي دير وغادي تفعل، ولكن راه كيميزوا لك بعدا شنو هي ديك الفيزا اللي هما عاطيينك. لان هذه الظاهره ولات كثيره بزاف جايين دراري وبنات السياحه كيوصل هنا كيقول لك ودي راه ما عرفناش، قالوا لنا غادي تمشي تماك غادي تخدم، وكيشوفوا كيوريوهم هادو ابراج، هادو الابراج راه ماشي ديالنا، الابراج ديال صحاب مواليهم، الارض راه ديال مواليهم. الخدمه يستحسن انك تجي عقد عمل من تماك، لان الامر كنقولها وكنكررها ولا صعيب باش تلقى خدمه. هما كيكذبوا، الانسان كيكون باغي كيقول لا غير خاصني نهاجر خاصني نخوي خاصني ندير، كيوصل انا كيتورط. قلت لكم لقيت الدراري كيطلبوا كيقول لك ودي باغي غير ما ناكلوا، باغي غير ما ناكل، ما اش تاكل؟ واش هي صباح ولا غدا ولا عشاء ولا نهار؟ فين غتسكن؟ واش ما غاديش تسكن في الزنقه؟ راه ممنوع. واش غادي تبات في الجرده؟ راه ممنوع. والواحد يبقى يستفسر وماشي عيب. عرفنا ان كل شاب ولا كيفكر في الهجره، والله يسهل على الجميع. غير واحد قبل ما يعطي فلوسه يعرف لمن كيعطي واش كيعطي وعلاش كيعطي. انت عاطي واحد المبلغ، خصوصا ان بزاف ديال الشباب كيقول لك ودي حنا غير متسلفين دابا ما نقدرش نرجعوا لان حنا متسلفين ومنين غادي نردوهم. يعني مجبر انك خاصك تجلس وتشوفي كيما تخدم. اللي غادي يخدمك بهذوك الفياز راه ممنوع، لان كما قلت عليها غرامه كبيره للطرفين بجوج، والله يسهل للجميع. والسماسر يلاه لا يسامحهم،
اللي كيتاجر في المآسي ديال الناس الله لا يسامحهم، لان بزاف وخصوصا اللي كتشوفهم غير وكنقولوا كنعاود نهار كنشوفهم مجموعه في مجموعه في المجموعات في الفيسبوك، غير كيقول شي واحد راه بغيت نجي ولا راه بغيت نخرج ولا كتلقى دوز تدخل للخاص. هادشي غير اللي كيقول لك دخل للخاص عرفوا انه كذاب، كون على اكيد انه باغي يقول بك. اما ملي كنكون انا واثقه من داكشي اللي كنقول كنحط في العلن، باش الا كنت على غلط واحد غادي يجاوبني، واحد غادي يعطيني، واحد غادي ينصحني، واحد غيقول لك لا اختي ولا اخويا ماشي هكا. اما غير كيقول لك دخل للخاص والله يصيفطك في الخاص، كون على اكيد انه سمسار شلهبيه ياكل لك فلوسك. ناهيك على شحال من واحد كيتكالوا الفلوس كيقول له غير حول باش دير لك الوراق وهذا وهذا، وفي الاخر كيمشيو ليه فلوسه. والله يهدي ما خلق. المهم حذاري 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 حذاري، خصوصا ديال الناس ديال وسائل التواصل الاجتماعي. راس مصر يعطاهم الله منتشرين والله ياخذ فيهم الحق في هذه الايام، لان تبهدلوا بزاف ديال الدراري وبزاف ديال الدريات اللي كيوصلوا هنايا مساكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يفرج على كل واحد والله يسر الامور لكل واحد في هذه الايام. السلام عليكم.